تعالوا يلا أكلمكم عن ال DMVPN وأهميتها وإزاي ننفذها. بس الأول عايزين نفهم إيه هي أصلا ونفهم كده الحروف بتاعتها DMVPN يعني إيه. ازيكم يا جماعة وأهلا بيكم في فيديو جديد ومعاكم مهندسة شاهيناز. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ال DMVPN وهناخد سلسلة من الفيديوز عن ازاي نعملها وازاي ننفذها ويعني ايه هاب وسبوك والكلام الغريب اللي بنسمعه عنها ده. في الأول حبيت أفكركم إن شاء الله عندنا كورس جديد CCNA أونلاين لايف، يعني بتبقوا حاضرين معايا لايف، وده هيبدأ إن شاء الله يوم 22 ديسمبر الساعة 7 مساء بتوقيت مصر. يا ريت اللي عايز يشترك فيه يبعت لي على الواتساب على الرقم اللي بيكون موجود دايما تحت الفيديو وعلى الصفحة على الفيسبوك. بصوا بقى، الأول تعالوا نفهم اللاب بتاعنا ده كده علشان خاطر نقدر إن احنا ننفذه بعد كده. اللاب ده كده يا جماعة زي ما انتم شايفين كده في R1 وفي R2 و R3، لسه احنا محددناش ولا هاب ولا سبوك ولا الكلام ده كله. الأول تعالوا نتكلم عن ال Underlay Network بتاعتنا. ال Underlay هي الشبكة الأساسية اللي انت لسه هتبني عليها ال VPN Tunnels زي ما خدنا المرة اللي فاتت في السيمبل VPN، ويا ريت ترجعوا للفيديو لأن كان موضح ال VPN بشكل بسيط جدا. هنا R1 واخد من الاي بيهات بتاعت الاندرلاي اللي هي 172.16.1 ودي اللي بينه وبين السيرفيس بروفايدر. نفس الكلام مع R2 والسيرفيس بروفايدر، نفس الكلام مع R3 والسيرفيس بروفايدر. فتقدر تقول ان شبكات ال 172 هي شبكات الاندرلاي او الشبكه الاساسيه. الاندرلاي نتورك معمول لها راوتنج عن طريق ال OSPF1، وفعلا هما دلوقتي شايفين بعض كنيبرز وكل حاجه. لازم نراعي يا جماعة إن الأندرلاي بروتوكول تكون الأدمن ديستانس بتاعته أكبر من الأوفرلاي بروتوكول، سواء بشكل ديفولت أو بالكونفيجريشن. هنا هما باي ديفولت أصلا كده لأن ال OSPF زي ما احنا عارفين الأدمن ديستانس بتاعته 110 إنما ال EIGR 90، فكده أنا تمام. المفروض هنا إن فكرة ال VPN عامة سواء DMVPN أو VPN عادية، إن أنا عندي فروع اللي هم بالنسبة لي هنا فروع الميتينات دي اللي هي ورا كل راوتر، والمفروض إن الفروع دي private، يعني دي شبكات خاصة، مش المفروض إن الناس اللي على الإنترنت يشوفوها، بس المفروض إن الفروع التانية تشوفها. يعني المفروض إن R1 يشوف ال 202 ويشوف ال 203 وهكذا برضو بالنسبة ل R2 و R3. بس في نفس الوقت أنا عايزاهم يشوفوا شبكات ال 200 لأن دي شبكات الفروع، بس أنا مش عايزة أي واحد كده قاعد لي بره على الإنترنت يقدر يشوف الفروع بتاعتي بالشبكات بتاعتها. وهنا يا جماعة بيجي دور ال VPN بأنواعها. فكرة ال VPN إن المفروض إنه السيرفيس بروفايدر بيساعدنا إن إحنا نكونكت على بعضينا، بس في نفس الوقت أنا مش عايزاه يشوف الشبكات اللي عندي ولا الناس اللي تبعه برضه يشوف الشبكات اللي عندي. وهنا ببتدي إن أنا أعمل virtual tunnels بين الفروع بتاعتي وبعضيها اللي هي R1 و 2 و 3 علشان خاطر يبتدوا يشوفوا الشبكات اللي عند بعض. وعلشان كده شبكات الميتينات احنا ما دخلناهاش اصلا تبع ال OSPF. وفعليا دلوقتي احنا لو جينا عند اي راوتر من الراوترات بتاعتنا، يعني لو سي مثلا دخلنا عند R2 وابتدينا كده نقول له show IP route، هنشوف ان هو فعلا شايف شبكات ال 172 بال OSPF، وشايف طبعا شبكة ال 200 لانها connected ليه اللي هي 202. انما بالنسبة لل 201 وال 203 فهو مش شايفهم خالص لان دول المفروض البرايفت نتوركس اللي هيشوفهم بعد كده بال EIGRP. ده الوضع الحالي عندنا دلوقتي. المفروض بقى ان احنا عايزين نعمل VPN tunnels على شبكة بالمنظر ده، بس ناخد في بالنا كويس جدا ان احنا هنا multi point. يعني ايه multi point؟ يعني المفروض هنا ان انا عن طريق الانترفيس بتاعة R1 اللي عندي هنا دي انا عايزة اكونكت الفرعين مش لفرع واحد، انا عايزة اكونكت ل R2 وعايزة كمان اكونكت ل R3. فالمفروض هنا ان انا هعمل multi point VPN مش point to point VPN. البوينت تو بوينت ان كان يبقى خط كامل مفصول بين R1 و R2 وخط كامل تاني غيره خالص بين R1 و R3، بس مش ده الوضع اللي عندنا. احنا الوضع اللي عندنا ان R1 من انترفيس واحدة بس connected للاتنين. فهنا دي كده كلمة multi point اللي موجودة في DMVPN ان انت عندك multi point connection. وفهمنا برضو حتة الايه البرايفت ان هي شبكة خاصة بين فروع وبعضها. طبعا هي virtual لان كل ده بيتم بالconfiguration وهي طبعا network. طيب ايه بقى قصة الدايناميك بقى في الموضوع؟ المفروض ان انت بتحدد فين الفرع الرئيسي بتاعك وده بنقول عليه الهب. في الهب في حالتنا هنا هيكون هو R1.
بقية الفروع بنسميها السبوكس اللي هي الشوكة بتاعتنا، فبيكون مثلا عندي سبوك 1 وبيكون مثلا عندي سبوك 2. المفروض ان انت هتعمل تانل بين الهاب والسبوك الاولاني وبين الهاب والسبوك التاني، والمفروض برضو في الوضع الطبيعي والانفايرمنت الطبيعية ان لو سبوك 1 عنده حاجة عايز يبعتها لسبوك 2 فكان لازم ان هو يبعتها له عن طريق الهاب. ده العادي بس مش ده الدايناميك. امال ايه فكرة الدايناميك؟ فكرة الدايناميك ان سبوك 1 عشان يكلم سبوك 2 وطالما احنا كلنا تبع نفس الهاب يبقى احنا نقدر نبعت لبعض داتا بشكل مباشر بدون الرجوع للهاب. دي فكرة الدايناميك. احنا بنعمل الكونفيجريشن بتاع الدايناميك مالتي بوينت في بي ان عن طريق ان احنا بنعرف السبوك 1 للهاب وسبوك 2 للهاب، بس مش بنعرفهم لبعض، وتعريفهم لبعض بيتم بشكل دايناميك جدا، ومن هنا جت ان هي دايناميك مالتي بوينت في بي ان. يعني انت لو عندك سبوكس كتيره جدا وليكن 100 سبوك كلهم تبع نفس الهاب، مجرد ما تعرف السبوكس على الهاب بتاعهم السبوكس بيبتدوا يكلموا بعض بشكل طبيعي جدا بدون الرجوع للهاب. وده بتشوفه عن طريق التريس روت. يعني انت لو جيت تعمل تريس روت من السبوك الاولاني للشبكه اللي ورا السبوك التاني هتلاقي ان الهاب مش نطه معدوده اصلا، بتلاقي ان هم بيشوفوا بعض مباشره. المفروض ان شبكات الاوفرلاي بتاعتنا هتكون من ال 192 168 10، وزي ما انتم شايفين احنا ناويين ندي التانل عند R1 الاي بي الدوت 1 من الشبكه دي، وناويين ندي التانل عند R2 الدوت 2، وناويين ندي ال R3 الدوت 3. برضو ملاحظين ان السيرفيس بروفايدر ما دخلش في شبكة الاوفرلاي خالص، يعني ولا خد منها اي بي هات ولا هيتعمل عليه راوتينج منها ولا كأنه موجود في شبكة الاوفرلاي. هو مجرد بيكونكت شبكة الاندرلاي علشان اقدر بعد كده اعمل التانلز، لان مش منطقي ابدا ان السيرفيس بروفايدر اللي هو يعتبر بالنسبة لنا بابليك نتورك ان احنا ندخله في البرايفت نتورك بتاعتنا، ما احنا كده نبقى ما عملناش حاجة. والمفروض ان انا بعد ما بوزع الاي بي هات في الاوفرلاي وبعرف الهابس والسبوكس على بعض ان انا ببتدي اعمل اوفرلاي بالاوفرلاي راوتنج بقى عن طريق هنا في حالتنا الاي اي جي ار بي، وبكده تبقى انت فعلا عرفت الشبكات على بعض. وانت بتعمل الاوفرلاي بتبتدي تدخل شبكات ال 200 اللي هم بقى البرايفت نتوركس بتوعك، بتدخلهم تبع الاي اي جي ار بي راوتنج بشكل عادي جدا جدا. ده كده يا جماعة اختصار للتوبولوجي بتاعتنا علشان خاطر نبقى فاهمين احنا هنعمل ايه في الشبكة دي كده من اولها لاخرها. المفروض بقى ان انا في عندي هاب كونفيجريشن مخصوص وفي عندي سبوك كونفيجريشن مختلف طبعا عن الهاب كونفيجريشن، وبعدين المفروض ان انا بعمل راوتنج بينهم. لو انتوا مهتمين بالموضوع ده بشكل عملي جدا يا ريت تعملوا لي كومنتس كتير تحت الفيديو، تعملوا لها شير كتير علشان تتشاف كتير، واعرف كده ان انتوا فعلا محتاجين العملي بتاع الموضوع ده بشكل بسيط علشان تقدروا تنفذوه بايديكم بعد كده. مستنية تعليقاتكم، مستنية لايكاتكم والشير بتاعكم، ومستنية المتابعة بتاعتكم وتقولوا لي ايه رأيكم وايه المواضيع اللي انتوا حابين تشوفوها على القناة. ان شاء الله الفيديو بتاع الاسبوع الجاي، انتوا عارفين المواعيد بتاعتنا دايما بتكون يوم الاربعاء الساعه 12 بتلاقوا الفيديو عندكم تقدروا تشوفوه على طول. فان شاء الله على حسب كده المتابعه بتاعه الموضوع هعمل لكم الفيديو الجاي عن العملي بتاع الدي ام في بي ان. اشوفكم المره الجايه، شكرا ليكم، جود لك، كان معاكم مهندسه شاهيناز.